أبو فلة أكبر يوتيوبر بالشرق الأوسط ب40 مليون مشترك، وأبو فلة قاعد يحطم أرقام ما في أي حدا عربي حطمها. حرفيا أبو فلة فتح قناة جيمنج سرية وبدون ما يعلن عنها بالقناة الأساسية قدر يوصلها للمليون مشترك. أبو فلة بعض الناس تموت من الفرحة لو عبرها وعطاها قلب، فهو إنسان مميز مرة وكبير باليوتيوب ويقدر يشتري كثير سيارات ويوزعها على الناس. وأنا ولد عنده 1500 مشترك لا حول له ولا قوة، ما يقدر حتى يشتري سيارة لعبة. فأنا أريد أهايط شوي وأشوف إذا أقدر أخلي حسن سليمان أبو 40 مليون مشترك يكتب تعليق ولو حتى نقطة بالفيديو حقي. طبعا لو تشوف مستر بيست اللي عنده 300 مليون مشترك فهو يكتب تعليقات لكل الفيديوهات من هذا النوع. شوف هالفيديو، إذا مستر بيست علق راح أشتري له جزيرة. لو تدخل مستر بيست هو أول واحد كاتب. لو مستر بيست علق راح أخلي كل صوره في بيتي. مستر بيست كاتب تعليق. مستر بيست هل تتذكروني؟ مستر بيست كاتب له تعليق رغم أنه ما يعرفها أصلا. بس هل أبو فلة يعمل نفس الشيء؟ هل أنا إذا سويت مقطع أطالب فيه أبو فلة بكتابة تعليق هل بيكتب؟ في يوتيوب الرسم نسيت اسمها مسوي سلسلة البحث عن بيت أبو فلة، والولد صار له شهور والسلسلة ما خلصت. بس أنا ما أبي أوصل بيت أبو فلة، أبي بس تعليق، أبي بس أبو فلة المعروف عنه التواضع وعدم التفخر بشهرته أن يتواضع على قناته البسيطة ويكتب تعليق على هذا المقطع. وحاب أوضح أنه فكرة المقطع مو بسبب الهوس أو التفخر أمام الناس أو حتى الدعم، بل كل ما في الموضوع أني أريد أسوي هاي التجربة وخلاص عشان نشوف إذا أبو فلة بتواضع مستر بيست اللي بالرغم من أنه عنده أكثر من 250 مليون مشترك فهو لا يزال يعلق على الفيديوهات اللي ينطلب منه يعلق فيها. وبالنسبة للمتابعين أتمنى إذا ماني قاعد أضيع وقتكم أنكم تنشرون هذا الفيديو لأبو فلة بكل حساباته، وتنشرون الفيديو بس مش القناة عشان لا ينقال عني أنه هذا كله صرف الدعم. فبس أبو فلة ما أريد آيفون، ما أريد بلاي ستيشن، ما أريد سيارة، أريد تعليق.